السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفني ويتابعني على قناة حياة أسماء. النهاردة هنعمل فيديو عن علف البط والفراخ مع بعض اللي هما الكبار. انا معايا عيش، الحمد لله في عيش متوفر عندي بكثرة الحمد لله. فطبعا عايزه اقول لكم العيش عامل مهم جدا جدا في تغذية الحيوان. انا معايا عيش اهو بلاه، زقت في هلك انا احطها من الصبح، الجردل ده بيبقى ملازمني في المطبخ، كل هلك في المطبخ بحطه فيه على طول. وفي تنظيف سمك. تاني حاجه هحطها، انا بحط المقدار ده من الذره وهنزله كده. وانا عندي الخضره دي يا جماعه شيء اساسي. الخضره دي يعني ايه، احنا طبعا في موسم الشتاء والخضره كلها متوفره، طبعا ده خاصه انا مخرطاه. وفي ناس بتبقى تجيب اللي هي الربه الاول متوفره عندك، لكن هي مش متوفره عندي عشان مش فلاحين وكده، فيعني مش بتبقى دايما عندي، احيانا بتبقى موجوده واحيانا مش موجوده. فطبعا اي نوع خضره بيبقى ايه بتحطيه على طول، يعني ده بيحل مكان ده. اهم حاجه اللي تبقى الخضره حطيت الخضره والعيش والذره. وطبعا اهم حاجه السمك، يعني الحاجه اللي دايما اللي هي بتفتح نفس البط او ان هي بتشجع البط على الاكل اللي هي السمك. فده سمك اللي هو بواقي الاكل اللي عندي بتاع الغدا اهو السمك، كل ده سمك. فعايزه اقول لكم الحيوان بيعشق السمك ازاي وبيغذي الحيوانه ازاي، بيخلي يومها بدومين. لو احنا كنا بناكل كل يوم سمك او كل طاقه سمك طبعا لسه اللي هي الحاجات اللي هي حطيت كل ده. لسه حاجه مهمه جدا اللي هو الرجيع. ده رجيع البياضه الشكاره اهي، رجيع البياض اللي هو فيه سرسة الرز ده كله سرسة رز. ده البياض بتاع المكنه مبيضاه بقالي اسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم ان احنا ناكل الحيوانه ونشبعها، ان احنا مش بنحط حاجه صغيره، لا. شايفين الجردل اتملى ازاي؟ ولسه هرجع احطه في القروانه اللي الحيوان بياكل فيها، كله سرس رز فحلو قوي قوي. رجيع البياض ده طبعا زي ما قلت لكم مش موجود عند كل الناس، ولكن لما ببقى بياض بيبقى موجود عندي. لما بيخلص بشتري الرجيع اللي هو بتاع المحلات التاني ده نطلع بقى عند الحيوان نقلب كله في بعضه وناكل. كده احنا خلصنا الخلطه بتاعت اكل الحيوان. وطبعا اكل الحيوان مرتين في اليوم، طقيتين في اليوم. فعشان النهارده الخميس والسوق وكده فانا اشتغلت عنهم واتاخرت في تاكيلهم بالوقت، لان الوقت متاخر، الساعه الوقت 4 وشويه. فعشان كده بعوض لهم الاكل في التاخير ده، ان انا بحط لهم كميه اكل كويسه بحيث ان هما الحيوان لازم تاكل وتشبع يا جماعه. فالقروانه ما شاء الله فيها اكل كتير جدا بحيث ان هو ياكل ويشبع. لما يتبقى من البط اكل احسن لما يكون لسه جعان. لازم لابد انك تشبعي الحيوانه كويس. فطبعا الخلطه دي خلطه جميله جدا جدا، واحسن ما فيها السمك جميل جدا جدا، والخضره توليفه كلها بجد بجد يعني مغذيه جدا. ده كان الفيديو بتاع النهارده، بتمنى ان هو يعجبكم. ما تنسونوش اللي ما اشتركش في القناه يعمل اشتراك، يعمل لايك، يفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد انا بعمله. مستنيه اسئلتكم وتعليقاتكم على الفيديو. كانت معاكم اسماء من حياة اسماء، اشوفكم بالف خير.